الحلوين، عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا كويسين. ده الفيديو رقم 2 من سلسلة سنة اولى جامعة. طيب هنتكلم في الفيديو ده عن الادوات اللي احنا محتاجينها في سنة اولى. بما اننا بقى داخلين سنة اولى، فاحنا اول حاجة بنستخدمها وهي اللاب كوت، اللي هو البلطو الابيض. البلطو الابيض بتاعنا بيكون طويل، ما بيكونش قصير زي بتاع اسنان. تاني حاجة ان يا ريت نجيبه يكون اكبر من مقاسنا شوية، لان احنا داخلين الشتاء فبنلبسه فوق هدومنا الخروج، فما يكونش شكلنا مكعبر كده وشكلنا غريب. ويا ريت نحافظ على كمان انه يكون نظيف، ويعني مش هتقل عليك، بس يا ريت يبقى مكوي. طيب تاني حاجة بنستخدمها في سنة أولى في اللبس وهو السكراب. في جامعات بتبدأ من سنة أولى نلبس سكراب. طيب اللون بقى على حسب سيستم جامعتك. انا في سيستم جامعتي كان كل واحد بيجيب اللون اللي هو عايزه، لكن في جامعات بتفضل ان كل دفعه يكون ليها لون موحد عشان يبقى معروف ده لون سنه اولى، ده لون سنه تانية، وهكذا. فانت شوفي الجامعه بتاعتك بتبقى السيستم بتاعها عامل ازاي. بس يا ريت برضو السكراب بتاعنا لازم يكون نظيف، ويكون يا ريت يبقى مكوي، لان هو بعد كده السكراب هيكون هو حياتك. ما ننساش كمان ان احنا نجيب خامات كويسة تعيش معانا، والوان محايدة تكون شكلها شيك. الادوات اللي احنا بنحتاجها في سنة اولى مش كتير. لو انت اخدت بايو ميكانيكس من سنة اولى يبقى هتحتاج جونيومتر وتحتاج مازورة، لكن لو ما اخدتهمش من سنة اولى يبقى ما فيش ادوات في سنة اولى هتحتاجها اكتر من كده. بس كده. لو انتوا محتاجين فيديوهات تانية عن سنة اولى برضو اكتبوا لي اقتراحاتكم، محضره لكم سلسلة اكتر. ومعلوماتنا النهاردة خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.